مين بقى بيحب الأكلة دي زي كده؟ أنا عارفة في ناس كتيرة مش بتحبها عشان خاطر ريحتها، بس احنا النهاردة هنعملها بطريقة جميلة، مش هيبقى ليها ريحة خالص، والطعم هيبقى حكاية، وان شاء الله هتعجبكم الطريقة دي. زي ما احنا شايفين كده هنعمل النهاردة الكرشة او طاجن الكرشة بتاعنا في الفرن. معانا بقى كده حلة على النار، حطينا فيها معلقة من السمنة، ونزلنا كده ببصلاية متقطعة. هنشوح البصلة كده بس لحد ما تاخد لون معانا وتصفر كده زي ما احنا شايفين. بعد كده بقى طبعا معانا الكرشة بتاعتنا، طبعا غسلينها كويس ومنضفينها ونقعينها في دقيق وملح وليمون او عصير برتقال. على فكرة عصير البرتقال مش بيخلي ريحة خالص للطيور ولا لأي حاجة فيها زفارة. بعد كده بقى كده نزلنا بتوم مهروس وفلفل. هنشوح بقى الكرشة كده مع البصل والثوم بقى، ويا سلام على الريحة الجميلة. هنا الكرشة طبعا هتخر مية كده، هنسيبها خالص لحد ما تخرج المية بتاعتها خالص وتشربها تاني زي ما هنشوف دلوقتي. زي ما احنا شايفين هي خرجت مية كتيرة ازاي من غير ما نضيف لها مية ولا حاجة. وهنا كده كانت اتشربت المية اللي هي خرجتها بالشكل ده وبقت ناشفة معانا كده. هننزل بقى بعصير الطماطم زي ما احنا شايفين. هنقلبه بقى كويس كده مع الكرشة، برضو مش هنضيف لها مية دلوقتي لحد ما الطماطم اللي احنا حطيناها تتسبك معانا عشان تدينا لون حلو للكرشة وما يبقاش اللون بتاعها فاتح كده. زي ما احنا شايفين كده كده الطماطم كانت معانا اتسبكت وبقت معانا بالشكل ده. هنبدأ بقى كده نزود الكرشة بتاعتنا مية شوية بشوية لحد ما تستوي معانا كده وتبقى زي الزبدة. احنا هنا بقى زودناها المية وهنغطي عليها ونسيبها بقى لحد ما تستوي. وكانت هنا معانا استوت، بس انا طبعا زودت لها مية تاني وسبتها على راحتها خالص لحد ما استوت معايا وبقت معايا بالشكل الجميل ده زي ما احنا شايفين كده، وملهاش اي ريحة ولا اي حاجة. هنا بقى كده عايزة تكتفي بيها كده وتاكليها مع رز عادي مفيش مشكلة او عيش، او حابة تحطيها في الفرن زي ما انا هعمل كده برضو هتبقى جميلة معاكي. هنا كده فضيتها في طاجن كده وادخلها بقى الفرن، يعني مش وقت طويل، يا دوبك 5 دقايق كده بس تاخد لون كده ويبقى اللون بتاعها معانا حلو. وبعد كده بقى نطلعها زي ما احنا شايفين كده. ده شكلها معانا بعد ما طلعت من الفرن، وده القوام بتاعها قد ايه جميلة وطعمها كان جميل. جربوا الوصفة دي وان شاء الله هتعجبكم، واللي مش بيحب الكرشة ان شاء الله هيحبها بالطريقة ديت. وعملنا بقى معاها رز ابيض كده، ويا رب تكون الوصفة عجبتكم ان شاء الله.